الفانتزي عامل معاك ايه؟ ليه الاسئله المحرجه دي؟ دي بعد دي على طول. دلوقتي صلاح بقى محطوط جنب ميسي ورونالدو، يستاهل ده؟ عشان انا بعت. عشان انت بعت بالظبط كده، اشتغل على المنتاليتي طيب. بتاعك. السيتي النهارده مشكلته اول حاجه في حته الشبكه، وجوارديولا من الناس اللي بتعتمد على الموضوع البوزيشن كتير، تدوير الكره بشكل كتير. ما تجيش بقى اجلك الدوري مخصوص كده، يبقى احنا اسف احنا كده يعني بنفصل الدوري على مقاس ناس معينه. خلاص بقى عشان احنا كده بنخبط في الحلال. وتعالى خلينا يا سيدي خلي لو الجندي ابن العفريت في مصر هنا كلاعب كوره ما يستاهل $100,000 في السنه. اعزائنا المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من كره كاست، البرنامج الكروي الامتع الاعظم الاجمد على الاطلاق، او احنا بنتمنى ان شاء الله يكون كده. منورنا يا دكتور حبيبي. والان مع اولى فقرات البرنامج، وهي فقره طبعا ضيف النهارده مختلف شويه. معايا الدكتور كريم. النهارده دكتور حابب تعرف نفسك للناس علشان احنا اول مره تطلع معانا طبعا، في ايه يعني؟ شرف لي. كريم عزت، استاذ مساعد قسم طرق التدريس، كليه التربيه الرياضيه، جامعه بنها. منورنا يا دكتور. نورك. ايه رايك في الدنيا والسيت اب؟ لا ما شاء الله الدنيا جميله ان شاء الله، واتمنى لكم باذن الله يعني تقدم متطور كده الفتره الجايه، وان شاء الله نسمع عن البرنامج بتاعكم باذن الله. الفانتزي عامل معاك ايه؟ ليه الاسئله المحرجه دي؟ دي بعد دي على طول. يعني اللعبه ولا اللعيبه؟ لا والله هو اللعيبه انا شايف ان انا عادي زي الناس، بس باستثناء هو صلاح. انت عارف طبعا واخد منه موقف شويه، بس عشان انا حاسس ان انت مشخصن الموضوع مع صلاح، بس انا حابب يعني ايه نخش شويه في التفاصيل ونعرف ايه يعني ايه اسبابك، او ايه الناس يعني في ناس كتير عندها مشاكل مع صلاح. بس انت ايه مشكلتك معاه بقى؟ هل شخصيه ولا كلاعب ولا ايه؟ والله لا كلاعب طبعا ما فيش غبار عليه، بالعكس ده هو يعني دلوقتي ماشي على التراك بتاع اللعيبه الاجانب في كل حاجه، نفسيا وبدنيا وذهنيا، شغال مع نفسه على طول، وعنده عدم اكتفاء، بيعرف يجدد دوافعه باستمرار. يعني في لعيبه كتير راحوا مجرد ما تألق شويه ويجيب له كام جون كده فخلاص يكتفي. قبل الهوا حضرتك كنت بتكلمني ان هو اللعيبه في المعظم، او المينتاليتي بتاعت اللعيبه، او الذهن اللعيبه عموما العالميه كلها بما فيهم ميسي ورونالدو، كان اخرهم 3-4 سنين ولازم يجدد لنفسه دوافع جديده علشان يقدر ان هو يكمل. يعني شفنا رونالدو مثلا دوافعه كانت ان هو بيتنقل من نادي لنادي، حتى نفسه قال كده لما كان رايح يوفنتوس ان هو بيدور على تحدي جديد. ميسي مثلا كان عنده دوافع باستمرار ان هو القائد الاول لبرشلونه وحاجات زي كده. فانت شايف ان المينتاليتي بتاعت صلاح دلوقتي تؤهله ان هو دلوقتي صلاح ما بقاش يتقارن باسطوره البريمير ليج بس، دلوقتي صلاح بقى محطوط جنب ميسي ورونالدو، يستاهل ده؟ طبعا يعني طبعا هو ما شاء الله من الناحيه النفسيه طبعا هو عبقري، وقادر دايما يجدد الدوافع عنده النفسيه، رغم انه في نفس الفريق ومع نفس الاطار اللي بتاع البريمير ليج، ما راحش فرق جديده عشان يدور على فرص جديده تجلب بيها الدوافع، فهو في نفس البيئه وقادر ان هو يجدد دوافعه اول باول، فدي طبعا عبقريه تحسب له. غير ان هو شغال على نفسه في البدني كويس. يعني دايما حتى ماكاليستر اخر مره كان بيقول لك انا صلاح ما بيطلعش من الصاله، كون ان هو دايما طول الوقت انا ما عملتش حاجه، فبيصدر لنفسه افكار ان انا لسه ما عملتش حاجه عشان يفضل يكسر الارقام بتاعته. كل دي نجاحات طبعا على المستوى الفني. يعني افهم من كده ان انت مشاكل حضرتك مع صلاح دلوقتي شخصيه بسبب مواقفه مثلا او الكلام ده كله؟ بالظبط كده. هي حتى المواقف تحولت، يعني هو في البادئ لو تفتكر من كام سنه ما كان لسه مع بازل وراح لعب مع مكابي، كان موقفه كله كان حديث السوشيال ميديا وقتها والبرامج وكده، وكانت حاجه طبعا تشرف. عايز اقول لكم بس ان الدكتور كريم ما بيدخلش صلاح تشكيلته، مش ما بيكابتنوش، ما بيدخلوش التشكيله، واكيد في ناس كتير طبعا زي كده. وهو معاقبني حلو بصراحه برضه، هو متالق بزياده الموسم دوت ومعاقبني كويس. طيب مين بقى اللعيبه اللي حضرتك في التشكيله عندك في الفانتازي الجوله اللي فاتت دي شايف ان هم عملوا لك حاجه في التشكيله، جابوا لك بوينتس من الاخر يعني؟ واتكنز، آية نوري احتياطي بس جاب، وجواو بيدرو. انا عايز اقول لك آية نوري كان معايا، انا بعته بعد ما اتطرد الجوله قبل اللي فاتت. كان عندي لعيبه كتير مصابه فاضطريت ان انا ابيعه، فبعد ما بعته رجع ما شاء الله. يعني ما هو عشان كده رجع ما شاء الله. عشان انا بعت. عشان انت بعته بالظبط كده، اشتغل على المنتاليتي بتاعتك. طيب بنتكلم في لعيبه عندنا في التشكيله شخصيا، عندي واحد في كل خط. يعني تتكلم في ايزاك قدام، جنبه كونيا وجاكسون اصفار، وراه صلاح، وبقيه الخط كله بلانك كله. بتتكلم في الدفاع، عندي جابرييل هيلعب النهارده، وعندي روبنسون عمل اسيست، وعندي ريكو لويس جاب جون. كنت اتكلمت في الحلقه اللي فاتت، كنا بنتكلم انا ومستر محمود خميس كان معايا هنا، كنا بنتكلم، فقلت له ان السيتي لو رجع الدفاع بتاعها هيكون كويس، هيكون اختيار كويس، وقلت بالتحديد على ريكو لويس، وقلت ان دي بروين لو رجع هيكسب السيتي.
فانت شايف بقى مشكله دي بروين اللي اتكلمنا على الحلقه اللي فاتت مثلا مع جوارديولا، وليه جوارديولا مش لاعبه والكلام دوت كله، شايف دي بروين فعلا هو مفتاح السيتي للي جاي، ولا لو إمم. مشي الفرقه هتمشي عادي وهيبقى الدنيا معاهم لذيذه؟ طيب أنت أثرت نقطة مهمة جدًا وهاحاول إن أنا ألِم بيها في وقت قليل. هو السيتي النهارده مشكلته أول حاجة في حتة التشبُّع، وجوارديولا من الناس اللي بتعتمد على الموضوع الposition الكتير، امم تدوير الكرة بشكل كتير، غير الpositional. الpositional هي مرحلة أعلى شوية ومش هنتكلم فيها عشان إيه الجمهور ما يسرحش ما مننا. نخش في حته تكنيكال كده بحيث نطمن يعني. الpositional دي اللي شغال بيها يعتبر كلوب ويعني ممكن توخيل، ناجلسمان، بعض المدربين كده، ديزيربي اللي كان ماسك برايتون من فترة، فدي ليها قصة كده مش هنتكلم فيها أوي. أمّا حتة الposition هي تدوير الكرة طول الوقت، طول الوقت، طول الوقت، لحد ما تفضل مساحة. مع حتة الوعي النهارده والتطور اللي بيتم على مستوى الفرق، ومع كل دلوقتي معاه محلل أداء وبيدرس السيتي وبيشوف، الفرص دي بتقل. امم أنت لازم تجدد في أسلوبك، إن أنت تشوف أفكار جديدة تفتح بيها الممرات أو تجد بيها اللي هي الثغرات في ضهر المنافسين، ومش عيب لمّا أوصل بقى بعدد أقل من الباصات، طيب زي ما كان بيحصل مع كلوب. ده طب ده ياخدنا لحته برضو اللي انا بكلمك فيها، دي دي بروين بروين. بقى، دي بروين ده قصته أنا مراهن عليها من 3 سنين، لازم يريّح، لازم يريّح، لازم يريّح. طبعًا هو ممرر عبقري، سكانر عالي جدًا، امم يمكن هو أعلى سكانر في العالم من وجهة نظري دلوقتي. اللعيب بعد فترة لازم يحصل له تشبُّع ذهني نتيجة الواجبات الذهنية الكتير، أروح وآجي وأشوف وألعب هنا وأباص هنا وأغيّر قراراتي في أقل من الثانية نتيجة حركة تغيُّر المنافسين باستمرار، دي بتنعكس على قراراتي، فأنا ممكن آخُد 3، 4 قرارات في وقت زمن قليل. كل ده امم بيعمل burn عندي أنا، بيعمل تشبُّع ذهني عند اللعيب، فطبيعي غير البدني بقى كمان. فده مع ده ومع إن هو مشارك باستمرار في بطولة الدوري وبطولة أوروبا وبطولة حتى مع المنتخب. الكاس، حتى مع المنتخب بالضبط كده، لازم يحصل له عملية تشبُّع ذهني وبدني. ودي بروين بالمناسبة مش ذهني خالص، هو ما شاء الله ذهني عنده الله أكبر، يعني دايمًا منتاليتي كويسه. جدًا، قوي جدًا، ودايمًا تمريراته بيفاجئنا بيها، لكن حتة البدني ولذلك هو دايمًا إصابته عضلية، امم وهو اللي بيعمله النهارده جوارديولا إن هو بيحاول بالبلدي كده بنقول بيعمل له عملية تجويع تاني، يجوّع جسمه تاني، بدل ما هو عامل عملية متشبع فيحصل له إصابة عضلية، لأن هو بيشارك 90 دقيقة، لا استغناء عنه، هو دايمًا اللي بيفتح له ممرات اللعب والأفكار وكده، وبيخلق له الفرص، بيخلي عليه معدل expected goals عالي، اللي هو الفرص المتوقعة، طيب فبدأ يريّحه علشان يعني يعني ده بالنسبه جسمه لك يفوق. من وجهه نظرك انت، ده حاجه من جوارديولا بيجوعه تاني عشان ينزل يأدي. بالضبط، هو كان بس جاي متأخّر شوية، يعني هو كان المفروض يعمل ده من موسمين 3، أنت ماتش كسبان فيه 4 أو 5 أو 3 طلّعه ربع ساعة، تِلت ساعة، خاصةً إن أنت كان بيبقى عندك ماتش بطولة أوروبا في نفس الأسبوع، كان لازم إن أنت تعملها من 3، 4 سنين فاتت وأثّرت عليه دلوقتي. طيب هاخدك لنقطة تانية بقى في إمم، الفانتزي برضه، إمم. اللعيبة اللي معاك في التشكيلة بس ما عملتش حاجة، هو أنت كنت شايف إن هم ممكن يعملوا حاجة الجولة اللي فاتت دي وما عملوش، ودول ما آآ أكترهم يعني. إسماعيل يسار كنت مراهن، شُفته كده من 4 جولات، فقُلت الولد ده هيتألق 3 جولات، والجولة بقى اللي أنا قررت أجيبه فيها فادّاني البلانك الجميل. مين تاني؟ مين تاني؟ فودن. فودن. هو رضاني بassist كده اللي هو إيه عشان ما ازعلش. غيره. ما جِبتش حد تاني، لكن في حد أنا متوقّعه بقى يعني الجولات اللي جاية ممكن قدّوس. قدوس. قدّوس ده spot جامد في ماتش السيتي، هيبقى في ظِل كمان انهيار منظومة السيتي ديّة، وهو بيحب كده متمسك بموضوع الposition، آه. فأنا متوقّع الثغرات اللي هتحصل في خط الدفاع، وقدّوس فايق ومضيّع كام فرصة كده بقى له كام ماتش، الماتش اللي فات مضيّع كورة في القايم أظن. آه. فأنا متوقّع إن هو هيلاقي براحة في ماتش السيتي، ممكن يهدد السيتي يعني. عِد عندك أنت بقى، جاكسون وكونيا قدّام نقطة ونقطة، بالمر وإنزو وراشفورد وعندك في الدفاع لسه جابريال ما لعبش وبيكفورد، يعني 7 لعيبة، سيب إمم. جابريال 6 لعيبة بلانك. بس هاقول لك حاجة، هو كُلّه عنده بلانك. هو أنا شايف من وجهة نظري السنة دي تألُّق صلاح المتميز أوي، مع ممكن بقى لو لعيب differential أو 2، فأظن أنت قُلت كذا differential بس حظك إن آه. الdifferential معظمه بلانك، بس أنت عندك حتى إيزاك ما بقاش يعني ما بقاش differential. لأ هو آخر كام جولة مضبّطني بصراحة يعني. هو إيزاك مضبّط الدنيا فعلًا، بس هو ما بقاش differential، فالديفرنشالات بتاعتك كلّها فعلًا بلانك. طيب آخر حاجة بقى عايز نتكلّم فيها دلوقتي بالنسبة لفانتسي البريمير ليج، مين اللعيبة اللي أنت هتنصح الناس إن هم الفترة اللي جاية أو الجولة اللي جايين دول يشتروهم؟ طيب أسماء بس. ممكن قدوس الماتش ماشي. الجاي مع بوين إلى حدٍ ما، عشان بس دي فراغات بتاعة السيتي، أمّا ماشي. قدوس فايق. راؤول في فولهام برضه شايفه ممكن يتألق الفترة الجاية. إيفانيلسون بورنموث
لعيب برضه إمم. ولسه مع وديفرنشال يعتبر. أنت بتتكلم بقى في الجولة الجاية تحديدًا والّا في الكام على جولة الجايين 3، 4 جولات، 5 لا جولات؟ ممكن إسماعيل يسار، واتكنز عشان هيلاعب حتى ليستر سيتي الجولة الجاية. حلو بس أوي. وبرضه من ضمن الحاجات اللي أنا الدروس اللي باخدها كده من الفانتزي، أنا برضه عمّال حاسس إن أنا إيه بقى لي 5، 6 سنين عمّال أكوّن خبرات، مش عارف أنا هانافس إمتى. فمن ضمن الحاجات اللي اتعلمتها إن دايمًا لمّا مثلًا أستون فيلا على الورق هو أقوى مثلًا من ساوثهامبتون، إمم. الماتشات اللي زي دي تلاقي إن الفرق الصغيرة بتكتفي بإن هي تعمل underdog كده وتقفّل خطوطها وبتاع، فممكن تيجي النتايج اللي هي العكسية اللي مش متوقعة الناس تحصل مع الناس، اللي هو مثلًا واتكنز ما يهدّفش إمم. أو أصلًا أستون فيلا يتعادل أو يتغلب، فاكتشفت إن أنت ما لأ بالعكس، ده أنا ممكن أراهن على أستون فيلا قدّام السيتي أو طيب قدّام ليفر، فرقة هاقول أتقل لك منه هاقول لك يعني كام اسم دلوقتي إمم، وتقول لي من وجهة نظرك الناس تشتريهم والّا ما تشتريهمش. تمام. دفاع نوتنجهام كله، إحنا المفروض كنا كريس نتكلم. وود، كريس وود طبعًا متألق بقى الفترة دي كويس جدًا. هيتشان، وولفرهامبتون خط النص. إيتشان، وولفرهامبتون، يعني ستراند لارسن أنا شايف أقوى منه، بس هو في ظل إصابة كونيا ما أعرفش إصابة كونيا اتحددت والّا لسه، آه. ممكن هيتشان يعمل حاجة. طيب بتتكلم على جونسون توتنهام. جونسون طبعًا، طبعًا يعني أنا شايف حتى إن هو underrated أوي مش واخد حقه لحد دلوقتي. ده حقيقة. مع كمان خلّي بالك أنت يعني توتنهام معاها ماديسون مفتاح لعب إمم. كويس جدًا بيلعب بمخه، كلوزيسكي مفتاح لعب كويس جدًا، وسون يعني بيلم بقى الناس، فبيفضّي دايمًا جونسون دايمًا بييجي في الزاوية العامية فبيعمل يعني خطر. الناس تركّز معاه. تركّز معاه، هُم المفروض كانوا يركّزوا من زمان يعني. طيب بتتكلم على حد مثلًا من برايتون زي ميتوما. برايتون ده فريق عليه علامات استفهام جدًا، لإن خلّي بالك هو معذور في إن هو ما عندوش سكواد قوي يعمل فيه تدوير، فاللعيبة هي تقريبًا ثابتة، فده برضه زي ما قُلت لك بيخلّي نسبة الcreation عند اللعيبة قليلة. ف ح ولكن ميتوما طبعًا ما لوش خلافات، بس هيظهر أكتر برضه مع الفرق اللي هي بتهاجم، مش الفرق اللي بتدافع اللي تستناهم. حوار ممتع وشيق جدًا يا دكتور والله عن حبيبي، الفانتزي حبيبي يا وكل حبيبي. حاجة خاصة بالدوري الإنجليزي. خلّينا بقى نروح لحتة دلوقتي تانية نتكلم فيها وهي فقرة دلوقتي يا دكتور بعد ما اتكلمنا في الدوري الإنجليزي وكل حاجة خاصة بيه خلاص والفانتزي والكلام دوّة كله، هندخل بقى على حتة الكورة العالمية، واخدك لحتة مهمة أوي، إمم. وهي أرن سلوت مدرب ليفربول. المدرب ده أول ما جه الناس كلها ما كانتش مستنية منه أي حاجة غير إن هو يا إما يكمل منافسة جوارديولا في البريمير ليج، يا إما إن هو يفشل ويدوروا على بديل بعدها بسنة، وإن خلاص دي نهاية الحقبة بتاعة ليفربول التاريخية. هو فعلًا هو مش معروف، يعني هو بالنسبة لنا كان مفاجأة، بس هو خلّينا نقول هو إيه الفرق بين أرن سلوت واللي عمل قبل كده؟ أصل يبقى ظلم أوي اللي قبليه لو قال لك النهارده أرن سلوت هو ضاف كل حاجة وهو اللي عامل ده كله، لأ، بالضبط. هو ده طبعًا الharmony والانسجام واختيار العناصر كل ده من اللي قبليه، لكن هو بلا شك في إضافة بعض الأفكار، من ضمنها بس هنروح برضه للحتة التكنيك شوية ومش هنتك ماشي يعني مش تمام. هنزوّد فيها. حتة أول حاجة إن كلوب كان بيلعب بحتة الحرية الزيادة أوي، وحاجة اسمها wide أو فتح الخطوط إمم. دايمًا علشان يخلّي الخصم بيدافع على مساحة كبيرة، و يحصل عملية لو ما قفل على الممرات من برّه فيفضل في ثغرات من جوّه، ويفضل المساحة يعني تُكتشف بسرعة، تفضى بسرعة. تمام. حتى عشان كده دايمًا كلوب ممكن من باص 2، 3 يوصل للجون غير غير جوارديولا. جوارديولا. أرن سلوت ممكن يكون ما اتّبعش المدرسة دي أوي، اتّبع حتى الضغط العالي على بعض الفترات، مش على طول، طول ال90 دقيقة، والأهم من ده حتّة الrotation، أيوه بالضبط. التدوير اللي هو متّبعه. حتّة التدوير دي مهمة جدًا، إنها بتخلّي في عملية اللعيب ما يوصلش لعملية التشبُّع. أنا النهارده لمّا لعيب يوصل 90 دقيقة، 90 دقيقة، 90 دقيقة، ماتش الدوري وماتش بطولة أوروبا، دوري وبطولة أوروبا أو دوري، 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 وبالذات في الماتشات اللي هي بتاعة الاحتفالات بتاعتهم اللي بيسموها إمم. إمم. الdouble game آه. آه. كده، دي بتعمل أزمة عند اللعيب. أنت بتتكلم فعلًا في سلوت دلوقتي. سلوت لمّا تيجي تبُص مثلًا جاكبو الواد بينزل الملعب جعان كورة، بالضبط، حتى جوتا لمّا بينزل، حتى لويس دياز لمّا بينزل، اللي بيلعب فيهم دلوقتي فعلًا بيهدِّف، يعني لويس دياز بيلعب بيهدِّف، جاكبو بيلعب بيهدِّف، جوتا بيلعب بيهدِّف، الأجانب طبعًا يعني ما فيش حد ثابت في المنظومة كلّها غير صلاح، مثلًا بتتكلم في فان دايك، بتتكلم في الحارس في أليسون، وبتتكلم مثلًا في سوبوسلاي لو مش مصاب. حتى أليسون بيتغيّر فعلًا، وأنت قُلت ود مصطلح مهم جدًا بقى التجويع ده، آه. هو عكس آه. التشبُّع على طول، أنت إمم. لمّا بتطلّع اللعيب أو تقعّده ماتش أو تنزّله 30 دقيقة وده بيحصل مع كُلّه حتى دياز أحيانًا بيقعد، جوتا بحُكم إصابته كده، كده بيقعد، آه. جاكبو، نونيز، حتى صلاح نَفْسه في كذا ماتش بيطلّعه مثلًا آخر بيتاخد 10 3، 4، دقايق. 5 آه. آه. دقايق بالضبط كده. روبرتسون النهارده أحيانًا بيحصل تدوير، أرنولد وأرنولد. ساعات بيقعد أو بيخرج الشوية النُص ساعة أو ربع ساعة، تفرق جدًا مع اللعيب.
تجدد عنده الدوافع، تخلي التشبع الذهني بتاعه البدني. فالنهارده الناس تقول لك ايه، هو فوق الفرقه بدنيا. بالعكس، هو كلوب كان عامل حاجه البدني اعجازيه، بتاعهم ان كان نفس انجاز. اللعيبه واربع خمس ست مواسم بينافسوا في البطوله بتاع الدوري الانجليزي وهم وبينافس نفس في بطوله اللعيبه. اوروبا. بالظبط. يعني كلوب بتتكلم كل سنه مثلا او كل فتره انتقالات كان ممكن يجيب لاعب او يصعد لاعب من ده غير الاكاديميه. عمليه التصعيد طبعا دي. ما كانش فيه يعني لعيبه بتيجي مثلا بالظبط. الصفقات اللي هي الواو. يعني ارنولد ده ما حدش كان يسمع عنه، روبرتسون ده كان جاي من هال سيتي، مم. بتتكلم على ايلوت كيرتيس جونز، جافر نباخ ده نفسه حتى جرامبيخ. جرافنبرخ. فان دايك نفسه في ساوثهامبتون، صلاح جايبه من روما، مش فرقه كانت لا تذكر يعني. ماني نفسه كان جايبه من كان جاي ساوثهامبتون، من مفيش. ساوثهامبتون. فهو بيقدر يعمل يعني بالشعب كده زي ما بيقول، بيعمل من الفسيخ شربات. يعني هو بيقدر يعمل يعني بيغذي بلعيبه ضعيفه. غير جوارديولا بيعتمد دايما على عناصر هي اصلا الكواليتي بتاعها عالي. بمناسبه جوارديولا بقى، خلينا نروح لجوارديولا دلوقتي إمم. ونروح للراجل اللي معاه شربات بجد والدنيا قلبه معاه فسيخ خالص. انا مش عارف ليه قلبة ومش معاه فاهم فسيخ ليه فعلًا. ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه. راجل بقى له مثلا 11 ماتش ما كانش بيكسب، يا دوب اول ماتش لسه بادئ يشم نفسه لما دي بروين دخل التشكيله. فعايزك بقى كده تقول لي ايه الاسباب اللي انت شايفها المنطقيه لجوارديولا في اللي هو فيه ده، وهل إمم. جوارديولا هيعرف يتخطى الموضوع ده بعد ما يجيله صفقات ولا لا؟ طيب خلّينا نقول طبعًا جوارديولا من الناس اللي هي نقلت الكورة، وعليه عامل كبير جدًا في إن الكورة اللي وصلت له دلوقتي عشان ندّي له حقّه. ما هوش تمام. اختلاف طبعا. بالضبط. هو كمّل مسيرة المدرب كرويف. كرويف هو أصلًا صاحب الفكرة الأساسية في عملية الممرات والتدرج مم. والشكل اللي وصلت له الكورة الكره دلوقتي. الحلوه. يعني الكرة الشاملة زي ما اه بيقولوا. وبعد كده الكرة الشاملة بقى يضيفوا، يضيفوا، يضيفوا. فهو من ضمن الناس اللي طوّرت أوي فكرة الممرات. الممرات دي حاجات طول وعرض كده خاصة في الملعب، فهو أضاف كتير. لكن خلّينا نقول برضه إن هو يعني أنا شايف كده وناس كتير بتختلف معايا عادي، إنه وقف عند نقطة معيّنة. هو دايمًا مُعتمد على فكرة خلق المساحة بالتدوير. مم. فالنهارده أنت الخصم ما هو اللي قدّامك برضه بيدرسك. اللي هو انا امسك الكرة وافضي واحد، الواحد ده يروح. الله ينور عليك. إمم. الفكرة دي لازم أنت تضيف عليها أفكار جديدة، لإن اللي قدّامك برضه بيتطوّر وبيدرسك بما إن إمم. أنت أيقونة. يعني حضرتك شايف إن هو من الآخر كده وبالبلدي جوارديولا بقى كتاب مفتوح للناس كلّها، الناس كلّها بقت تدرسه، الناس كلّها بقت عارفاه، بقت فاهماه، بقت عارفة خباياه. هو أصلًا target. يعني أنا ممكن أبقى كمدرب موسم كلّه عامل ماتشات عادية جدًا، آجي بقى عند كلوب يعني جوارديولا ده الماتش اللي عايزاك هيصيّطني. بروز بقى. عايز أتبروز بالضبط كده. فباقعد أركّز لك أوي. فده هيتطلّب منّك أنت مجهود شاق. أنت تضيف أفكار على الأفكار اللي عندك. أنا مُشفق عليه خلّي بالك. بس أنا شايف إن الcreation بتاعه برضه وقف عند حد معيّن. ده رأيي. خلاص خلّينا بقى دلوقتي نسيبنا بقى من الكرة العالمية والPremier League وكل ده، وهنروح للفقرة اللي أنا شخصيًا يعني باعزّها أوي، فقرة الكرة المحلية. وهنتكلم عن شوية حاجات كده، عايز حضرتك تدّيني رأيك فيها برضه، حاجات جديدة حصلت في مصر مختلفة خالص. فهنروح دلوقتي للفقرة ونشوف الدنيا فيها إيه. إن شاء الله تمام. دلوقتي يا دكتور بقى من العالمي واللف في أوروبا وفي الحتت دي كلها، وهنيجي للدوري بقى الإيجيبشن بريمير ليج اللي أنا باعزه قوي. إمم. في حاجه حصلت كده السنه دي انا مش فاهمها بصراحه دلوقتي في الدوري، عايز اخد راي حضرتك فيها. هم جم في الدوري قسموا الجدول نصين، 9 فرق فوق و9 فرق تحت بعد ال 18 ماتش الاولانيين ما يخلصوا. 9 اللي فوق هينافسوا على الدوري، 9 اللي تحت هينافسوا على الهبوط. ده ليه يا جماعه المبرر بتاع كل العبث ده؟ علشان نوفر 9 ماتشات على الفرق كلها، الدوري يخلص بسرعه، اللي يهبط يهبط واللي ياخد الدوري ياخد الدوري والدنيا دي كلها. فحضرتك شايف يعني شايف الموضوع هل هيبقى ايجابي فعلا وهيعمل هيحقق اللي هم قالوه ده، ولا هيبقى سلبي؟ والله هو أنا يعني الأول أصلًا لازم نسأل اللي عمل النظام دوّة، هو ليه أنا عايز أقلل ماتشات الدوري؟ أنت بتقول عشان نلحق نخلّص بسرعة. طب إيه اللي ما خلاكش تبدأ بسرعة؟ يعني النهارده مثلًا أنا مش عادي خلاص هو حصل عندك drop والdrop ده تقريبًا حصل مع العالم كله، امم اللي هو تقريبًا من وقت من وقت الكورونا. بس احنا ده من متاخرين وقت من قبلها، الثورة. احنا متاخرين من من وقت قبلها. الثورة لمّا تقريبًا اه الدوري وقف فترات. فأنت امم عادي بمنتهى البساطة كنت تقدر تبدأ الموسم شوية. وحتى لو اللعيبة مش هتريّح، مش هتاخد الفترة الانتقالية بتاعتها كاملة، ويبقى سيزون استثنائي. او توقع سيزون في النص تفوته خالص، ما تكملش الدوري بتاعه زي ما الناس كلها دول العالم كلها عملت كده. والله أنا يعني أنا مع الأقرب مع الفكرة التانية اللي هي أنا أبدأ الموسم بدري. عادي ممكن اللعيب يريّح شهر، مش قصة يعني. طيب في بس فرق في بدل ما فرق أنت تعمل دي، أنت النهارده معلش حرمتني من فرصة النهارده الفريق الصغير ممكن يلعب قدامك underdog يحاول يقفّل خطوطه بتاع برضه ويقدر يعمل score قدامك. وأنت برضه ورّيني إمكانياتك تقدر إزاي تخترق مع الأسلوب اللعب المختلف. أمّا أنت النهارده هتلاعب مع فرق تكاد تكون كلها متقاربة، بتلعب كورة زيّك.
ففي اصلا اسلوب لعب انت مش هتقابله خالص. طيب دي هيجي ظاهره يقول غير لك صحيه. هيجي يقول لك ان الفرق الكبيره اهلي مثلا، زمالك، الفرق دلوقتي اللي بتشارك في البطولات الافريقيه، بيراميدز، مم. فيوتشر، الكلام ده كله مش بتلحق، واحنا بنريح الناس علشان بيمثلوا مصر والكلام ده كله، اللي انا من وجهه نظري برضو بشوفه عبث. مش حد في كوكب الارض كله بيعمل كده، ان فرقه عشان عندها ماتش في افريقيا بعد اسبوع ان انا رايحه ماتش في الدوري. فايه بقى؟ مظبوط جدا. تعالى بقى النهارده نتكلم، انا مش عايز اتطرق لاسماء بعينه، لا يقول لك ده كذا او ده لا مش اهلاوي او عايزين ده اسماء، انت زملكاوي، بالظبط عم كده. الموضوع. هتكلم على الموضوع العام. النهارده مثلا الفرق اللي هي فرق القمه اللي عندك، اه فرق القمه ديت النهارده البادجت بتاعها قد ايه؟ كتير. صح كده؟ مم. اي اعلان مع اللي هي البراندات الكبيره بيجري على الانديه الانديه ديت، الكبيره. وبالتالي انت بيخش لك دخل، الدخل ده بتروح تجيب بيه لعيبه، مم. واللعيبه ديت للاسف لما بتجي لك الانديه بتاعتها ممكن تقع. لا بتقع. صح كده؟ اه والامثله كتير. ممكن نتكلم على مصر المقاصه من كام سنه لما كان طالع وبينافس وبتاع، كان في عندك كام عنصر انت خدته وفلان خده. اه بس المقاصه النهارده بيلعب درجه كام؟ درجه درجه ثانيه. تانية. الاسماعيلي النهارده كام على مستوى سنين؟ بتتكلم السنه اللي فاتت مثلا كان الباك بون زي ما بنقول كده، والعمود الفقري بتاع الاسماعيلي كان عبد الرحمن مجدي وقمر الساعي و تقريبا هم دول، والاثنين مشوا، واحد و... راح و... بيراميدز وواحد راح و... الاهلي، والفرقه وقعت ما وقت بقاش فيه. وعندك السولية والجيل الذهبي بتاع بركات والنحاس واحمد فتحي واحمد حسن، وكل دي اسماء وبتيجي كنت تتكلم. ممكن النهارده تبص تلاقي النهارده الاسماعيلي عامل برضو 3 و4 5 دوري. يعني انا اسف، ما تجيش بقى انت تقول لي ده انا واخد 20 و30 و40 والمزاد بتاع بوحه ده. طيب انت النهارده حاضر، انت فرغت الانديه دي، اشتريت بارقام. طب تعالى بقى، ما تجيش النهارده تقول لي انا هاجل ماتشي في بطوله افريقيا، او الاتحاد ياجل لك ماتش في بطوله افريقيا عشان والله اريح اللعيبه. ما انت عندك سكواد احتياطي بفلوس. فاهم. كان نتيجته كارثيه على الانديه، مش هنقول كارثيه، خلينا نقول باللغه الاحترافيه، فرغت منه الانديه. تمام. بتاعته زي س او صاد. فانت عندك النهارده سكواد قوي، سكواد بديل، وعندك سكواد تاني شارك بيه وتالت. بقى، ما توقفليش الدوري علشان حتى يحصل عمليه التوازن. النهارده مثلا بيقابل لك فريق من نص الجدول او من قاع الجدول مش معاه بادجت يشتري لعيب نجم، فهنفترض ان السكواد البديل بتاعك يعني هو في مستواه، مع ان انا برضو شايف ان هو اعلى. مم. فما تجيش بقى اجلك الدوري مخصوص كده، يبقى احنا، انا اسف، احنا كده يعني بنفصل الدوري على مقاس ناس معينه. خلاص بقى عشان ما احنا كده بنخبط في الحلل. اه خلينا اه نروح اه لحته وتعالى تانيه. خلينا يا سيدي، خلي المرجع بتاعنا الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي اه والدوري الاسباني. هل عمرك سمعت مثلا ريال مدريد اجلوا له ماتش في الدوري علشان لا بطوله اوروبا؟ ومع ان بطوله اوروبا بقى مقارنه بالدوري افريقيا. علشان نوضح صوره بس للناس، احنا مش بنتكلم على حد بعينه يا جماعه، احنا بنتكلم على مصر، منظومه الكره في مصر، لان ده ايوه بيحصل مع الانديه كلها الكبيره والانديه اللي معاها فلوس احنا كلها قلنا الانديه اللي معاها كل فلوس. حاجه، مالناش دعوه الانديه اللي بحاجه، معاها ما فلوس تتكلمش اهو. على حد. طيب خلينا نروح برضو لحته تانية مهمه قوي، وهو لاعب نادي الزمالك احمد السيد زيزو. زيزو دلوقتي بيقال ان هو في الزمالك بياخد مثلا مبلغ كبير جدا، هو عايز يضرب المبلغ دوت في 2، وفي النادي الاهلي داخل في مفاوضات مع زيزو علشان يعني ياخده من الزمالك، وقصه كبيره كده، وان والد زيزو اللي هو وكيل اعماله بيستغل موضوع الاهلي، ان الاهلي بقى اسمه في الموضوع عشان ياخد فلوس كتير جدا من الزمالك، ممكن توصل مثلا ل 80 مليون جنيه في السنه. فانت شايف الرقم ده للاعب مصري في مصر ايه بقى؟ ايه؟ والله اقول لك حاجه، انا زيزو اتكلمت عليه من سنين، يعني من كذا سنه، وقلت ده لعيب كويس وشغال مع حد او هو متاسس صح. فاكتشفت بعد كده ان هو فعلا متاسس بره. جي ام جي وبعدين طلع وادي دجله وليرس مم. وطلع البرتغال فعلا، بس 80 مليون، 80 مليون. واكتشفت بعد كده كمان برضه هو معاه محلل اداء خاص بيه، انا ما اعرفش طبعا مين هو، ايه اسمه، ايه بيديله ايه، ولكن هو باين ان من يكن انا عايز اقول لحضرتك ان 80 مليون ده في لاعيبه في الريال وبرشلونه مش بياخدوها 80 مليون جنيه، اللي هم تقريبا مليون ونص يورو. في مم. لاعيبه في اوروبا في برشلونه وفي الريال فعلا مش بياخدوها. هو بصراحه كفنيات انا مقتنع بزيزو جدا، لكن انا يعني انا كان نفسي اصلا لعيب زي زيزو ده يشق طريقه بره، يعني ينقل حتى يشد لي العجل. حته بقى ان هو 80 مليون او كلام من ده، ما احنا اصلا في مصر زي ما قلت لك انت ممكن تدفع برضه 50 مليون في لعيب وتجيبه دكه، فما اه بالك بقى 80 مليون في لعيب كويس، اللعيب ذكي اصلا وشغال على نفسه على اللي احنا شايفينه في مصر يمشي. انا اقسم بالله، انا من وجهه نظري انا لو الجند ابن العفريت في مصر هنا كلاعب كوره ما يستاهل 100,000 دولار في السنه، من وجهه نظري هو انا هو الفكرة شخصيا يعني. الأهم أصلًا، هل أنت مستني زيزو عشان يعمل لك الطفرة الكبيرة؟ أنت عندك سكواد قوي جدًا يقدر يعني أنا آسف يخلّيك بالظبط. تسابق أي فرقة. فهل أنت كنت محتاج زيزو؟ أنا شايف إن محتاج زيزو drop، زيزو ده هيعمل drop أكتر،
مع فريق زي الزمالك، لان هو ممكن يكون عامل كبير انه يخلي الزمالك النهارده بينافس او بيناطح شويه او ده بيقرب حقيقي. او بيعمل نتائج كويسه. فنفس الفكره بقى اللي احنا اتكلمنا فيها في الفقره اللي فاتت، انت بتفرغ الانديه، وده انا بالنسبه لي يخلي المنافسه فيها شيء من الملل. ما هو ايه برضه فرحتي بتفرج على دوري في سين هو اللي عمال ياخد الدوري يحصد الدوري؟ اكيد ده هو ده. ما هو النهارده متابعه الدوري الانجليزي ليه بيحصد المتابعات دي كلها؟ خلاص يا دكتور خلاص. ليه؟ علشان ايه؟ علشان يعني حميه المنافس. النهارده ممكن تشوف ساوث بيعمل ماتش كويس جدا مع السيتي وبيخطف منه نقطه او تعادل او يجيب فيه جون او يتعادل معاه، وهو بالمناسبه كان عامل كده مع الليفر. ايوه ده ايوه. الليفر اللي تعادل مع الساوث. هو ده اللي يعمل نسبه مشاهده ومتابعه للدوري. ده حقيقة. الدوري السعودي دلوقتي مثلا يعني بعيدا عن الهلال ما بقتش عارف مين بيكسب مين غير الهلال طبعا. يعني الهلال برضو في حته لوحده كده عالميا، مش محليا حتى. بس لما تيجي تبص الهلال برضو بيخسر. يعني في فرق في الدوري السعودي على الله ان شاء الله بتكسب الهلال. طيب، فرق. ولذلك بقى نرجع للنقطه بتاعت التسعه والتسعه. طب النهارده ما هو طبيعي مثلا، يعني لو سين الاهلي مثلا بيلعب مع فرقه مثلا وليكن زد، ما طبيعي ان هو الزد يوقعك او يتعادل معاه، ده طبيعي. امم. طب النهارده بقى انا عايز اشوف بقى فرقه من اللي تحت اللي بتنافس على الهبوط تعمل ماتش اندر دوج وتاخد منك النقطه. تخيل اصلا ده ممكن واحد يخش مخصوص يتفرج على الماتش في الاعاده عشان يشوف ايه ده، ايه اللي حصل، اه صح. ازاي الفرقه خدت منه نقطه. وده كله على بعضه هم بيسموه حصلت الدوري زي ما بيقولوا. اعتقد ان دي ظاهره مش صحيه حوار يعني. ممتع وشيق جدا يا دكتور. حبيبي شرفت بيك والله، انا الشرف ليا. ومعلومات يعني الناس كلها اكيد استفادت منها، وانا شخصيا استفدت منها. حبيبي ربنا نورتنا يعزك. وكان لنا الشرف والله. ربنا يخليك، نورك المكان بنور بيكوا يعني. حبيبي ربنا حبيبي. يبارك لك. ودلوقتي نهايه حلقتنا، اتكلمنا عن حاجات كتير جدا خاصه بالكوره، حاجات طبعا تكنيكال اول مره نتكلم عليها، انا يمكن اول مره اسمعها. ودي كانت نهايه حلقتنا. ما تنساش تعملوا اشتراك في القناه لو انت موجود على اليوتيوب، ولو موجود على الفيسبوك ما تنساش تعمل شير للفيديو وتعمل لايك للفيديو وتعمل كل الحاجات دي وتفعل زر الجرس بتاع اليوتيوب عشان يجي لك كل الحلقات الجديده. ما تنساش تدخل تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جايه، ونشوفكم على خير.